ونحن سعداء أولا لكوننا عدنا إلى المربع الذهبي في قارتنا ضد أحد أقوى الفرق في القارة، وهذه هي المرة 17 التي لعبت فيها نيجيريا نصف النهائي، وهذا يعكس انتظامهم في الأداء العالي. ستكون مباراة مهمة. هناك أيضا مصر والسنغال، كان يمكن أن تكون هذا أعتقد أنها الفرق الأربعة الأفضل، وهذا جيد للعروض ولإفريقيا وللقارة، ونأمل أن نكون في مستوى التوقعات ونتأهل إلى المباراة النهائية. السلام عليكم. بحال كل كوتش، شحال هادي حنا كنستنى هاد المومون. حنا طول ماروكان شحال هادي كنحلم نكونوا في جميع المغاربة هاد البلاصه، نحلم ان نكون في هذا المكان. ديال الخدمه مور هادشي بزاف. حنا كنستنى هاد المومون ان شاء الله. on va préparer مزيان، وسوف نستعد بشكل جيد وخاصة بدنيا وتكتيكيا. ان شاء الله نكونوا ليكيب اللي بريباري مزيان ونكونوا مزيان ان شاء الله. وهذا الاوبجيكتيف ديالنا وهذا هو هدفنا هاد كوب دافريك. سي l'objectif collectif de gagner. الهدف العام هو الفوز باللقب. Thank you coach. Thank you Munir. Question please. السلام عليكم كوتش. السلام عليكم كوتش. دريس التحنيه هبه سبور. غنسولك غير على الحاله الصحيه ديال اللاعبين، واش جميع اللاعبين واجدين باش يلعبوا ان شاء الله الدومي فينال؟ Au niveau des blessés, في مستوى الإصابات on a une bonne nouvelle. Azdin il pourra jouer demain. عز الدين وناحي يمكنه أن يلعب غدا. Non, je rigole. لا أمزح معكم. Non, Azdin il est blessé. ما يزال مصابا. رما عاد إلى التدريبات ويمكنه أن يشارك. سوف نرى بعد التدريب هذا المساء. إذن باستثناء عز الدين الجميع يمكنهم في وضع يمكنهم أن يشاركوا في المباراة. مرحبا. En voyant bien le match du Maroc contre le Cameroun, on a eu l'impression que عندما مباراة ضد الكاميرون تحكمت جيدا أو تعاملت جيدا مع طاقة الفريق. هل بطولة كأس أفريقيا بدأت في ربع النهائي؟ لا يمكن أن نفكر في ذلك وأننا تحسنا، ولكن في الحقيقة نحن من تجربتنا في مثل هذه البطولات هناك لاعبون ينبغي أن نعيدهم. كان هناك أشرف وجمال لم يلعبوا كثيرا في ناديهم، وإبراهيم أيضا. نحن نقوم بمجازفات لكن محسوبة، وأداؤنا ضد الكاميرون جعل كثيرين يشعرون بالأمان. الأمر يختلف أيضا بحسب اختلاف المنافس، لأن كل مباراة لها حقيقتها، وفي ربع النهائي ينبغي أن نكون في أحسن حالاتنا، وهذا ما جعل الناس يشعرون أو كانوا راضين عن مباراة الكاميرون.
منذ عامين نحن في هذه الظروف، عندما نلعب ضد فريق أقل منا وحتى عندما نفوز فإن الناس يعتقدون أننا لم نبذل كل جهد ممكن، لكننا جيدون بدنيا وذهنيا لكن عندما نلعب ضد فريق في استعداد جيد، الآن ضد نيجيريا سنلعب ضد فريق عاد إلى مستوى بعد خروجه من تصفيات كأس العالم. علينا أن نؤكد ما أظهرناه خلال عامين أو أكثر، وينبغي أن نكون في أحسن حالاتنا لأننا نلعب ضد فريق مختلف. سأطلب من المصورين أن يتوقفوا عن التقاط الصور ويجلسوا. السلام عليكم كوتش. عبد المولى السباعي مشوف تافي. كوتش، كان واحد البوليميك مؤخرا على التحكيم، كوننا كنستافدوا من شي تحكيم. هادشي كله يعني الا شفنا المقابله الاخيره جوج ديال ضربات جزاء ديالنا، وحده اللقطه ديال الزلزولي واللقطه الثانيه ديال السيباري ما خديناش فيهم ضربات جزاء. الاحصائيات اللي خرجوا يوم امس كلشي شافهم. ثاني منتخب حنا كنظلموا من التحكيم، وبالتالي هذا ولا عندنا مشكل. مقابله كبيره بحال نصف النهائي امام نيجيريا، فكنظن باللي يعني ما خاصناش اخطاء تحكيميه. فسي وليد كيفاش كيعلق على هذه المساله هذه؟ شكرا. بالنسبة للجدل حول التحكيم، من هذا الأمر مؤسف دائما طبعا أن نخوض في هذا المسار. لدينا قارة جيدة ونعمل بشكل جيد، وهناك دائما صورة سيئة ربما بهذا الأمر. هناك مباريات يتم الفوز بها بهذه الطريقة. ينبغي أن نكون صرحاء، وقد كان ذلك موجودا، وهناك شكوك أو جدل. في الحقيقة أنتم تقومون بعملكم. ضرب الجزاء يتم الإعلان عنها في مباراة ولا الإعلان عنها في مباراة أخرى. أنا أشاهد جميع مباريات، وهذا الجدل موجود في كل مكان، أفريقيا وأوروبا. أنا دائما أدافع عن القارة الأفريقية، وأنطلق دائما بفكرة أن الجميع يحاول بذل كل جهد ممكن والإجادة فيما يقوم به. الجزاء ضد تنزانيا، وكانوا يقولون أن هناك لاعب، لكن الخنوسي عندما دفع في منطقة الجزاء ضد مالي لم يتمنع عن ذلك. المباراة الأخيرة يضع رجله على القدم لو عاد الفار، وأيضا السباري اللكمة ضد سيباري. أنا تعودت على ذلك. يحاول كثيرون أن يقللوا من قيمتنا، وفي كل مرة أتحدث إلى لاعبية، والطريقة الوحيدة التي نتحدث فيها هي في الملعب، وهي أن نفوز بالمباراة. ولم تسمعوني بعد أي مباراة حتى عندما خرجنا نتحدث عن التحكيم. نقبل ذلك ونستمر في العمل. ينبغي مساعدة التحكيم ومساعدة اللاعبين، وهناك دائما ذلك الشعور بأن هناك ظلم تحكيمي. في الكاميرون لم يكن هناك تسديد بين الخشبات. لو كان الأمر بالنسبة لنا، نحن لا نتحدث ونركز في الملعب، ونأمل أن يكون التحكيم في المستوى للفريقين. نحن نتحدث عن أدائنا في الملعب وليس عن أشياء أخرى. إذا نحن الفريق الثاني، أحد الفرق التي ظلمت من التحكيم. هناك الآن وسائل التواصل الاجتماعي والإعلام يمكنكم أن تتحدثوا عنهم. هناك من سيكون لصالح المغرب أو ضد المغرب، لكن هذه كرة القدم وما حولها. Hello, Walid. My name is Sasua Bayiwana from The Guardian and The Observer. I saw you شاهدتكم في 2023 في كيغالي an African team to where it had never gone before, the semi-finals of the World Cup. نصف نهائي كأس العالم. After achieving that, بعد تحقيق ذلك الإنجاز، as a coach for the rest of your career.
الآن أنت مطلوب منك أن تضع حدا ل50 عاما من الانتظار. الضغط الذي رأيته كان رهيبا. هل تعتقد أن هناك عدل تجاهك بالنظر إلى ما قدمته إلى منتخب المغرب إلى حد الآن؟ Yes, but if you translate English in English, my bro. Yes, is a good question. نعم، هذا سؤال جيد. كنت أنتظر هذا السؤال من الصحفيين المغاربة. لكن جيد أن السؤال جاء منك. في بلد الأمر هكذا، عليك أن تقبل عندما تكون مدرب المنتخب المغربي الجميع ينتقدك. هذا صحيح. أنا أبذل كل جهد الممكن من أجل بلدي. ربما أرتكب أخطاء أحيانا، لأن جميع المدربين يرتكبون أخطاء في مسيرتهم. أنا أستمر في التركيز مع فريقي، هذا هو المهم، وأقاتل من أجل بلدي. وما أقوله للاعبية لا ينبغي أن نهتم بذلك. المهم هو ما يقدمونه في الملعب، وهذا يساعدني كثيرا، لأنه عندما يكون لك 4 هزائم في خلال 3 سنوات، فلا أحد عادة لا يتحدث حد، لكن في المغرب الأمر مختلف. عندما تفوز يتحدثون أيضا وينتقدون. ونأمل أن المدرب القادم للمغرب يقدم أفضل مما قدمته أنا. Coach, salam alaikum, Jad Belleriti, journaliste indépendant, avec l'absence de Ndidio au milieu de terrain. Pardon, on sait qu'il avait un fort impact de par son pressing. نعرف أنه كان يضغط كثيرا. كيف ستتعاملون مع هذه المشكلة في وسط الميدان؟ Moi, c'est sûr que l'absence de Ndidi, ça va. غياب أنديني لا أقول سيساعدنا، لكن مجموعة لاعبي نيجيريا لديهم لاعبون كبار. NDD لاعب نيجيريا، لأن مثل إنزيمان ولوكمان ودكة الاحتياط التي يمكنهم أن يغيروا نظام اللعب. المهم ليس أن يغيب لاعب فقط، هم قادرون على التغيير. هل نحن قادرون في مستوى التركيز والمفعول والقيام ببذل الجهد؟ هل سنقدم 20 دقيقة ضعيفة مثل ما فعلنا ضد تنزانيا؟ إذن ينبغي أن نكون أقوياء ذهنيا، لكن نصف نهائي في كأس أفريقيا يجبرك على أن تكون مركزا وأن ترفع مستوى أدائك حتى لو حصل أي شيء لكي تعود في المباراة، وأن يكون لك أثر فني وبدني. وهم أيضا سيظهرون ما هم قادرون عليه، سيكون اختبارا للمنتخبين. Bonjour, Elton Mokolo pour RMC Sport, juste ici. إلى حد الآن vous aviez évoqué en début de compétition تحدثت في بداية البطولة quand on regarde la composition du dernier carré. عندما نرى الفرق التي وصلت للنصف النهائي، هل يمكن أن نقول أنه النصف النهائي الأعلى مستوى في تاريخ البطولة؟ هذا سؤال جيد، لأنه تم انتقادي على ذلك. نقول إذا فاز يقول أنه آمل أن نفوز بكأس أفريقيا على مستوى. ملاعب جيدة، ميادين أرضيات جيدة، ولدينا لاعبون فازوا بالكرة الذهبية 5 حتى فازوا. إذا نحن لدينا أفضل اللاعبين في السنوات الأخيرة وأفضل الفرق. نيجيريا 17
وصول إلى النهائي. إذا السنغال أيضا لها أحد أقوى الفرق في إفريقيا، ونحن نعود منذ 4-5 سنوات لنكون أحد الفرق الكبيرة في إفريقيا. إذا نظرنا إلى كل هذه العناصر التي ذكرتها، الملاعب واللاعبون والفرق إلى غير ذلك، هذه أفضل دعاية نقوم بها لكأس إفريقيا. في مجال اللعب أيضا، هل هي أعلى مستويات أداء أيضا؟ لأننا لو نظرنا في المعايير، عندما تلعب بطولة في مالي في ملعب درجة الحرارة فيه 50 درجة، في البطولة الثانية عندما تلعب في 1:01 ظهرا بنسبة رطوبة عالية، من الصعب الفوز بالمباراة. هنا إذن هناك معايير مختلفة وصعبة بالنسبة للفرق حتى لا يقدموا أفضل أداء لهم. اليوم الظروف مجتمعة، أفضل الظروف مجتمعة. قبل نصف النهائي كان هناك بطولات كبرى ومواجهات قوية جدا، ونأمل أن نرى ظروفا أفضل في النسخ القادمة من كأس العالم حتى يمكننا أن نبيع حقوق البث في الخارج. إذن أنا سعيد جدا لأن نحظى بالاحترام حتى لو يكون كل شيء مثالي، لكننا نتقدم ونسير في الاتجاه الصحيح ليكون هناك عروض ترفع من مستوى الكرة الإفريقية. أولا مبروك علينا تأهل نصف النهائي. كنعرفوا كاملين انه انجاز ماشي سهل بالنسبه للمنتخب الوطني المغربي. الحمد لله. كوتش بغيت نسولك، الحمد لله النيفو غادي وكيديفلوبا. من الماتش الاول كانوا تغييرات في دور المجموعات، مي السؤال ديالي واش انت ساتيسفي على لا لين اوفونسيف سورتو في لو ديرني ماتش اللي كنا مزيانين؟ واش كتوقع اننا نكونوا ان شاء الله بنفس النيفو مع نيجيريا اللي كنعرفوا عندهم دي جوار عندهم مستوى كبير بزاف؟ شكرا وبالتوفيق ان شاء الله. كان هناك تغييرات كثيرة وتغييرات تسير في اتجاه الفرق. أنا دائما أقول لهم أن اللاعبين الذين يبدأون البطولة قد لا يكونون هم الذين يلعبون المباراة الأخيرة. هناك لاعبون كسبوا نقاط ولاعبون فقدوا نقاط، إذن هناك منافسة وهناك مجال اختيار أوسع بالنسبة لي. نحن راضون لأننا فاعلون ولدينا مواهب ولدينا دكة احتياط جيدة ولدينا لاعبون يعودون مثل جامين لديه معايير أخرى ولدينا لاعبون بأساليب لعب مختلفة. إذن أود أن أتحدث عن الفريق ككل. كذلك نيجيريا لها خط هجوم قوي جدا، لكن عندما نصل إلى هذا المستوى الفرق يكون لها هجوم. عندما نرى مصر مع مرموش وصلاح، وكذلك السنغال مع ماني ونادياي وآخرون، الجميع لهم لاعبون مهاجمون ممتازون، ونحن سعداء أن يكون لدينا تلك الإمكانيات التي لدينا اليوم. السؤال لك منير بالفرنسية. أنت في هذا الفريق منذ وقت طويل وعرفت وتغيرت دورك. إذن شاركت في بطولات عديدة وشاركت في كأس العالم 2022. كيف تساعد زملائك وتنصحهم باعتبارك أحد أقدم اللاعبين، خاصة عندما المغرب يفوز أو لا يفوز؟ كيف تساعد إذن وتدعم جهود الفريق؟ Para mí, habla cómo te sientes mejor. Y yo traduce si. Sí. ندوي بالإنجليزية ولا؟ Comme vous voulez. كيف نحب. العربية نجرب بالعربية. في الآخر الإكسبيرينس اللي عندي أنا هنايا، أنا ديما كنجرب نعاونو ليكيب من أي حاجة. بالرول ديالي دابا
على لي جور جو الدراري الصغير باقي كيعلموا الاكسبيرينس اللي عندي انا كان باغي نعطي الاكسبيرينس اللي ما خصناش نديروه. علاش مع هذه ممكن 5 كوب افريقيا اللي لعبتي وما وصلناش حتى للبلاصه. دونك اللي مره كنسردو الميساج هما اللي خصو يعرف لا اللي ما خصناش نديروه. علاش كاين بزاف ديال مومون ديالنا اللي دوزنا في كومبيتيسيون بحال هكاك ديالنا بزاف ديال غلط علاش ما وصلناش حد دومي فينال. دونك انا كنجرب نعطي الاكسبيرينس اللي عندي كنديرو مجهود ديالي حنا نعاونوهم في كونسيي وفي اي حاجه. انا ديما موجود في اي حاجه، حنا نعاونو الدراري كاملين، حنا نكونوا اون ايكيب. علاش لا فورس ديالنا هي هذه اللي مهم، نكونوا اون ايكيب، نكون واحد. ما كاينش شي واحد كي غيصابلو اكثر من شي واحد. هذه اللي مهم، هذا لا فورس ديال ليكيب هنا. دونك حنا لوبجيكتيف ديالي نكونوا ايكيب، نكونوا مجموعين. هذه لا فورس ديالنا واللي ديرها نوصل حتى دومي فينال وفي الاخر عطيلو الفالور على هادشي. علاش اللي يقول قبل شحال ديال كومبيتيسيون على لعبت وما وصلناش هاد البلاصه. دونك عطيلو الفالور اللي عنده. علاش مهم هادشي، حنا يعرفوا اللي ماشي سهل نوصل دومي فينال ديال لا كوب دافريك. وفي الاخر هي هادي اللي مهم نو نكونوا كاملين اون ايكيب، واحد يعاونوا على الاخر. هادي اللي لوبجيكتيف ديالي، نكونوا واحد اون غران ايكيب. Question please. Over there, coach. Yes, my question is for the coach. My name is سؤالي Matthew. I للمدرب. report for Sportsville, Nigeria. Coach, up against the Super Eagles in the fixture tomorrow, you'll be غدا ستكون مدعوما بأكثر من 60,000 متفرج. ما مدى أهمية ذلك سيكون؟ ماذا ستكون أهمية ذلك بالنسبة لكم؟ هل تخشى أنك إذا لم تفز على منتخب نيجيريا قد تفقد مهنتك كمدرب، منصبك كمدرب؟ Of course, but in two parts, not only me. ليس فقط أنا، كل مدرب عندما يقوم بعمله ينبغي أن يستعد لذلك، لكن ليست هذه عقليتي. أنا هنا لأقدم أفضل أداء في اللاعبين وأساعد لاعبية وأن أكون أسعد بلدي. وإذا دخلت بهذه الروح فأنني لن أقوم بهذا العمل. أنا لا أخشى هذه الأمور إذا كان ذلك هو سؤالك. أهمية المشجعين والمتفرجين، أنت تؤثر في الفريق المنافس. الكاميريون لا يأتون بكل ثقة، لكنه هذا خطأ عندما تلعب في المغرب. المشجعون المغاربة يختلفون عن المشجعين في دورتموند. الملعب صعب على كل منافس للمنتخب المغربي. عندما تكون في الملعب آمل أن يحدث ذلك غدا، وأن يبذل المتفرجون المغاربة كل شيء أن يظهروا للمنافس أنه من الصعب الفوز في المغرب. هذا هو المهم. Bonjour Walid, Nasri, la nouvelle tribune Canal+. Au-delà de ta victoire tactique, بصرف النظر عن فوزك التكتيكي على الكاميرون، لكم ديناميكية. أول مدرب يوصل المنتخب المغربي إلى نصف النهائي، كيف ترى هذا الإنجاز؟
هذا الإنجاز ليس له قيمة، وأنا قلت ذلك للاعبين لكي نسجل نكتب التاريخ، فينبغي الفوز باللقب، لأن اللقب هو الذي يظل في التاريخ. تحدثنا في الملعب بأرقام، ولدينا سلسلة 19 مباراة متتالية، ونسجل هدفين في كل مباراة. إذن بمن يسمون كيف نحن فريق دفاعي، كيف نصل إلى هذا المستوى؟ هناك أرقام لم يتحدثوا، لكن هدفنا اليوم ليس أن نقول أنني فزت أو فعلت. الهدف هدفي وهدفنا جميعا بعد هو أن نفوز نعود باللقب إلى المغرب. وكل مباراة صعبة لعبنا ضد الكاميرون الذي كان فريقا قويا وكان يتمتع بثقة كبيرة، وكذلك نيجيريا الآن سنلعب ضدها، سنواجهها، وهذا المهم هو الفوز. مهما كان ما يقال فيما بعد، ونحن الآن بكامل التركيز. لدينا مباراة غدا، إحدى المباريات الأهم ربما منذ نصف نهائي كأس العالم. كانت مفاجأة في كأس العالم، لكن الآن لنا مكانتنا والجميع يعرفون ذلك، ونريد أن ندخل التاريخ. منذ 22 عاما لم يصل المغرب إلى مباراة نهائية في كأس أفريقيا. غدا سيكون هناك جيل سوف يلعب نصف النهائي، والخطوة التالية هي الوصول إلى النهائي، ونعرف أن ذلك سيكون صعبا. Bonjour Walid, Stéphane Bianchi du Parisien. Ouais, Stéphane. Ashraf Hakimi n'a pas débuté la compétition plus tard que les autres. بدأ البطولة في وقت متأخر عن الآخرين. هل يمكن أن تقول لنا ماذا كان دوره في الجزء الأول من البطولة، وماذا تنتظر له في الجزء الأخير؟ Voilà, en tant que capitaine, merci. بصفته قائد الفريق. أشرف كما قلت يتطور مستواه من مباراة إلى أخرى. مبدئيا كان من المستحيل أن يكون يقدم أداء كبيرا منذ نصف ساعة، ثم بعد ذلك لعب مباراة كاملة ضد تنزانيا وتجاوز الناحية النفسية، وضد الكاميرون قدم مباراة قوية أكثر دفاعيا مما متعود عليه، وهو يتحسن، وقد عانى من وعكة برد قبل مباراة الكاميرون، لكنه لعب مباراة كاملة، وهذا يعكس طراز اللاعب الذي ينتمي إليه. وعندما يكون لك لاعب في فريقك تكون بطبيعة الحال سعيدا، لأنك تنتبه إلى ما يمكن أن يفعله لاعب من هذا الطراز. وآمل أن يقدم غدا مباراة كبيرة من الناحية البدنية واللياقية والفنية. نحن تجاوزنا مسألة هو سيقود الفريق وهو له حلم، ونحن لنا حلم وهو يحمل هذا الحلم، ومنذ عامين تغيرنا كثيرا، وله مهمة يريد أن يحققها بدأها منذ إصابته، ونأمل ألا ينتهي الأمر، يتوقف الأمر غدا. شكرا للمدرب. One second, please, everyone. Yes, sorry about. Sit down, please. The first about pour souhaiter mes condoléances à la famille de Roland Courbis. نود أن نعزي أسرة رومان كوربيس الذي دربني في نادي أوجاكسيو. قضيت أوقاتا طيبة وساعدني في تحسين مسيرتي. هو شخص ساعدني كثيرا ونصحني كثيرا عندما بدأت أدرس لأصبح مدربا، ووددت أن أذكره له ولأسرته وأيضا للجمهور. غدا أنتم اللاعب الثاني عشر، قلت ذلك هي مباراتنا، لكن مباراتكم أيضا. ينبغي أن يكون دعمكم واضحا وقويا لنا في مباراة الغد. شكرا جزيلا.